إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 26 من شهر يناير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العقوبات الجديدة هل تدفع طرفي الصراع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. انتشار الإصابة بمرض الملاريا يرتفع بنسب عالية في الإقليم الجنوبي. في أحدث تقرير للجنة الدفاع عن الصحفيين، إريتريا تحتل المركز الأول إفريقيا في اعتقال الصحفيين. واستمرار القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع في بابنوس بغرب كردفان. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت وسائل الإعلام الإريترية بأن انتشار الإصابة بمرض الملاريا في الإقليم الجنوبي زاد بنسبة 54%. وقالت صحيفة إريتريا الحديثة نقلا عن مسؤول الصحة في الإقليم الجنوبي ميكائيل هبتماريام إن المرض الذي شهد تراجعا متزايدا منذ العام 1998 وحتى العام 2021 ارتفع بشكل مفاجئ في العام 2022 إلى 64%. وأضافت الصحيفة في عدد 23 من يناير الجاري أن العام 2023 شهد ارتفاع الإصابة بمرض الملاريا إلى 54%. وقال مسؤول الصحة في الإقليم إن سبب الارتفاع بالإصابة يعود إلى تحركات وتنقلات السكان وعدم الاهتمام بالوقاية من المرض، ودعا المواطنين إلى الاهتمام بإصحاح البيئة والالتزام بالوقاية من انتشار المرض باستخدام الناموسيات المعقمة. وسجلت قرى عدخالة وماعيني ومامنة وصرونة وعرزة نسبا متزايدة في الإصابة بالملاريا عن بقية مناطق الإقليم. يذكر أن مرض الملاريا من أكثر الأمراض انتشارا في إريتريا، خاصة الفترة التي تعقب هطول الأمطار في المناطق الريفية. ذكرت لجنة الدفاع عن الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها بأن إريتريا تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأكثر اعتقالا للصحفيين. وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي للعام 2023 الذي صدر هذا الأسبوع بأن 74 صحفيا يقبعون في المعتقلات في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن أكثر الدول اعتقالا لهؤلاء الصحفيين بعد إريتريا هي أثيوبيا والكاميرون. هذا ويعتقل النظام الإريتري منذ العام 2001 16 صحفيا في ظروف غامضة ويتكتم على مصيرهم. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا التي يحكمها أسياس أفورقي أكثر من 30 عاما بقبضة حديدية ما زالت تحتل مراكز متقدمة في قائمة الدول المقيدة للصحافة واعتقال الصحفيين ومحاربة الصحافة الحرة خلال 20 سنة الماضية. أفادت الأنباء الواردة من السودان بأن المعارك ما زالت متواصلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة بابنوس في ولاية غرب كردفان، وذلك إثر محاولة قوات الدعم السريع اقتحام المدينة للسيطرة على مقر قيادة القوات المسلحة الرئيسية بولاية غرب كردفان، مما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى وسط المدنيين وتدمير عدد من المنازل والمنشآت الحكومية جراء التساقط العشوائي للمدافع الثقيلة واستهداف الطيران الحربي لمرتكزات قوات الدعم السريع داخل الأحياء السكنية.
ووفق ما ذكر موقع سودان تريبيون فإن معارك عنيفة ما زالت دائرة بين الجيش والدعم السريع إثر توغل الأخير لعمق المدينة، وتضاربت الأنباء حيال السيطرة على مقر الفرقة 22 مشاة بعد بث جنود من الدعم السريع مقاطع فيديو قالوا إنها من داخل الفرقة، لكن منصات تابعة للجيش السوداني بثت احتفالات ضخمة لجنود قيادة الفرقة بالانتصار على قوات الدعم السريع، ونشرت صورا وفيديوهات لأعداد كبيرة من قتلى قوات الدعم السريع داخل وحول مقر قيادة الجيش. وأشار شهود عيان إلى أن قوات الدعم السريع استباحت عددا كبيرا من الأحياء ونهبتها بالكامل بجانب نهب السوق الرئيسي ومقر شرطة المحلية ورئاسة السكة حديد وعدد من المرافق الحكومية. ويأتي احتدام القتال في بابنوسة متزامنا مع العقوبات التي فرضها المجلس الأوروبي على طرفي الصراع في السودان الاثنين الماضي. وفي الشأن السوداني أيضا ذكرت تقارير غربية بأن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات مقاتلة بدون طيار من نوع مهاجر 6 مؤهلة لمهام الرصد ونقل المتفجرات. وقالت وكالة بلومبرغ الثلاثاء بأن أقمارا اصطناعية التقطت صورا لطائرة من نوع مهاجر 6 الإيرانية في 9 يناير في قاعدة وادي سيدنا شمال الخرطوم الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني. ولمزيد من إلقاء الضوء حول الأزمة السودانية تابعوا معنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أسلفت في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العقوبات الجديدة هل تدفع طرفي الصراع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ نتابع سويا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. تابعنا جميعا في الأيام الماضية التطورات في الشأن السوداني على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، حيث شهدت الأيام الماضية تحركا واسعا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي إلى دول الجوار السوداني، والالتقاء بقادة تلك الدول وهي أوغندا وأثيوبيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا وكينيا، وأخيرا حضور قمة الإيجاد في أوغندا والتي التقى على هامشها برئيس جنوب السودان والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة. في المقابل لاحظنا امتعاض الدبلوماسية السودانية من هذه التحركات، وعبرت عن استيائها من استقبال بعض الدول للفريق دقل استقبال الرؤساء، ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل رفض السودان حضور قمة الإيجاد الطارئة في عنتبي التي عقدت في 18 من يناير الجاري، وذلك لمناقشة الوضع في السودان بجانب الأزمة الصومالية الأثيوبية وعقد لقاء بين البرهان وحميدتي برعاية الإيجاد، وهو ما رفضه السودان، مطالبا بتنفيذ مخرجات قمة الإيجاد السابقة بشأن السودان قبل اللقاء، وربط ذلك بتنفيذ إعلان جدة الإنساني بين الطرفين الذي تم التوقيع عليه في مايو من العام الماضي برعاية سعودية أمريكية. ولاحقا قررت الحكومة السودانية تجميد عضوية البلاد في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد. ويرى المراقبون للشأن السوداني أن ذلك يعتبر خطوة لإغلاق الباب أمام أي جهد إفريقي لحل الأزمة، مع استمرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد الإفريقي، مما يجعل العودة إلى منبر جدة ضرورية لطي ملف الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر دون تمكن أحد الطرفين من حسم الصراع لصالحه. وهذا يعود بنا إلى ما أكدته الأطراف الدولية في تصريحاتها إبان اندلاع الحرب بين الطرفين، حيث قالت أكثر من جهة آنذاك ومنها الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن ليس في استطاعة أحد الطرفين حسم الصراع عسكريا، وعليهما الجلوس لطاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة. ومع مرور الزمن يتضح لنا جليا أن الأزمة السودانية تتعقد يوما بعد آخر، وأن رقعة الحرب تمتد جغرافيا نحو الغرب والجنوب والوسط وربما الشرق والشمال، بعد أن كانت محصورة في العاصمة في أول أمرها. أضف إلى ذلك آثارها الكارثية
التي طالت المواطنين وممتلكاتهم وتسببت في نزوح الآلاف بل الملايين داخليا وخارجيا جراء الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت بحقهم، والتي صنف بعضها إلى جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العقوبات الجديدة هل تدفع طرفي الصراع في السودان إلى العودة لطاولة المفاوضات؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. وبناء على ذلك قامت بعض الدول المتنفذة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على من أسمتهم مرتكبي أعمال العنف في السودان في يونيو الماضي، وكذلك بريطانيا التي فرضت أيضا عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية. ولم يتأخر الاتحاد الأوروبي في السير على خطى الولايات المتحدة، حيث أعلن المجلس الأوروبي الاثنين الماضي عن فرض عقوبات على 6 شركات قال إنها مسؤولة عن تسليح وتمويل الفصائل المتحاربة في السودان، الذي يشهد منذ منتصف أبريل الماضي صراعا بين رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، بينها شركات تابعة للجيش وأخرى متورطة في شراء معدات عسكرية للدعم السريع. وذكر المجلس الأوروبي في بيان الاثنين أن الكيانات ال6 مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان. ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما منظومة الدفاعات الصناعية وشركة SMT للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وشملت العقوبات أيضا 3 شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع ويسيطر عليها محمد حمدان دقلو وإخوته، وهي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة GSK أدفانس المحدودة. وقال المجلس في بيانه: تجمد أصول الشركات المدرجة ويحظر تقديم الأموال والموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد اتهم الجانبان الجيش والدعم السريع بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين. وكانت وزارة الخارجية السودانية نددت الثلاثاء بفرض المجلس الأوروبي عقوبات على 3 شركات قالت إنها تابعة للجيش السوداني، ورأت أن القرار الأوروبي تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية ويفتقد الحس العدالة. وعدت الخارجية السودانية في بيانها أن القرار بني على مساواة تفتقد أدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته وميليشيات إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب. وأضافت حينها أن تقرير خبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم بأسره، ومن يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أو يساعد على ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوروبي. وتابعت قائلة: إن المتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للميليشيات الإرهابية. وقالت إن العقوبات المفروضة على مؤسسات وطنية لن تساعد على تحقيق السلام بل تكافئ المعتدي حسب تعبير الخارجية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العقوبات الجديدة هل تدفع طرفي الصراع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على كيانات تابعة للجيش والدعم السريع في محاولة الضغط على الطرفين لجرهما إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن الحلول العسكرية التي لم تثمر حتى الآن
إلا مزيدا من الدمار للسودان. فهل يا ترى ستؤدي العقوبات أو الضغوطات لرضوخ الطرفين والقبول بالمفاوضات لحل الصراع، وبالتالي العودة إلى منبر جدة باعتباره القناة الوحيدة التي أبقيت مفتوحة للعودة لها متى ما أمكن؟ وهل مثل هذه الخطوة ستؤثر بشكل فعال في تجفيف مصادر الدعم للطرفين؟ بالنظر إلى طبيعة الشركات التي تضمنتها عقوبة الاتحاد الأوروبي لكلا الطرفين، نجد أنها ليست شركات حاسمة يتوقف عليها مصير الطرفين في اعتماد التمويل بالدرجة الأولى، وبإمكان الطرفين استخدام غطاء آخر للتمويل. أما فيما يتعلق بفرض العقوبات بشركات التصنيع الحربي للجيش السوداني، فإن فرض العقوبات على هذه الشركات حاليا لا تؤثر عليها، لكون شركات التصنيع الحربي أصلا متوقفة فعليا عن العمل في ظل أجواء الحرب والقتال المستمر في محيطها، وكذلك القصف والاقتحام الذي شنته عليها قوات الدعم السريع وحرق أجزاء منها، بالإضافة إلى أن التصنيع الحرب السوداني واستيراد الأسلحة في السودان مرتبط بدول ومحاور أخرى غير الدول الغربية، وهي دول يمكن أن تمده بحاجته منها متى ما طلب ذلك بناء على المصلحة المشتركة مع تلك الدول. وبالتالي سيستمر تدفق الأسلحة على الجيش السوداني عن طريق الحلفاء الاستراتيجيين بمختلف الطرق. أما الشركات الأخرى سواء كانت تابعة للجيش السوداني أو الدعم السريع، فهي شركات ذات طابع تجاري واستثماري يتجسد دورها في تمويل المشتريات، وهي أيضا غالبا ما يكون نشاطها مقتصرا في التعامل مع الدول والكيانات التجارية بعيدا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتحديد يدور فلك تعاملها مع دول كالصين وروسيا وتركيا وإيران وبعض دول المنطقة التي لا تعطي أهمية لمثل هذه العقوبات في مقابل مصالحها، أو يمكن أن تلتف على تجاوز هذه العقوبات بطرق أخرى. ولو افترضنا أن هذه الشركات لديها نشاط وتعامل مع شركات غربية أو لها أصول في بنوك غربية، وبالذات شركات الدعم السريع، فبالتأكيد أنها تكون قد احتاطت تحسبا لمثل هذه الخطوة، وصفت موجوداتها مع الأيام الأولى لبداية الحرب ونقلتها إلى دول تعتقد أنها ملاذا آمنا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان العقوبات الجديدة هل تدفع طرفي الصراع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهذا كله في حال كانت لهذه العقوبات المفروضة آلية مراقبة ومتابعة فعالة تقوم بالتضييق على نشاط الشركات لتطبيق تلك العقوبات. أما إذا لم يكن كذلك فلن يكون لهذه العقوبات أو غيرها أثر في تغيير مجريات الأحداث في السودان، كما هو الحال في كثير من البلدان التي فرضت عليها عقوبات واسعة النطاق من المجتمع الدولي في حالات مشابهة، ومع ذلك لم تجد نفعا في معالجة الأزمات، بل إن العقوبات كانت عامل قوة في المضي قدما وليست ناجعة لإنهاء الأزمات. وما لم تكن هنالك معالجات أو حلول بديلة فستظل الأزمة مستمرة وبشكل أسوأ. ويأتي في مقدمة تلك الحلول والمعالجات البديلة تشجيع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال دعم الآليات التي تحقق ذلك، وفي مقدمتها دعم المؤسسات الدولية والإقليمية للعب أدوار أكثر فعالية، وهو ما تفتقده الأزمة السودانية نتيجة تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقي عقب انقلاب 25 من أكتوبر على الحكومة المدنية، والتي اعتبرها الاتحاد الإفريقي انقلابا عسكريا على الشرعية المدنية، بينما رآها المجلس العسكري ثورة تصحيحية للحكم المدني، وهو ما شكل عقبة في ردم الهوة بين الاتحاد والسودان، وأصبح عامل شد وجذب في التعاطي مع الصراع والنظر بعين الريبة لكل الآراء والمقترحات التي تقدم لتهدئة الوضع في السودان. كما أن تباين موقف الدول العربية ذات التأثير في المشهد السوداني تجاه طرفي الصراع هو الآخر أدى إلى تصلب المواقف تبعا لموقف دول بعينها. وعليه يمكن القول إن الفرصة الحقيقية لإنهاء الصراع في السودان تكمن في توحيد رؤية الدول العربية ذات التأثير لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات من جديد. ويرى السوداني الرشيد عبد المنعم المتخصص في العلاقات الدولية أن تجميد عضوية السودان في منظمة إيجاد يضيق الخيارات أمام قيادة الجيش، إذ لم يبقى أمامها سوى العودة لمنبر جدة المعلق وتأكيد التعاون مع اللجنة الثلاثية الرفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الإفريقي.
ومن ثم القبول بالعودة لمائدة التفاوض لوقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية لاحقا. وأشار عبد المنعم إلى أن كلا طرفي القتال يواجه ضغوطا أممية ودولية تهدد بتحويل مفاتيح الحلول من أيديهما إلى الفاعلين الإقليميين والدوليين حال استمر الجمود والتعنت، لا سيما وأن الجيش يواجه ضغوطا عسكرية وسياسية محلية وخارجية، كما تواجه قوات الدعم السريع ضغوطا مماثلة، خاصة بعد التقارير الأممية الأخيرة التي ترجح تورطها في جرائم الحرب. وإذا أخذنا في الاعتبار مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات التطورات الأخيرة للتحركات الإقليمية والدولية، قمة الإيجاد وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، إضافة إلى تقرير المراقبين المستقلين التابعين للأمم المتحدة الذي رفع للمجلس الجمعة الماضية، نستطيع القول إن هنالك مؤشرات لتحركات أكثر جدية من ذي قبل تجاه الملف السوداني، وربما يكون لها تأثير في تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات، خصوصا وأن هنالك مخاوف حقيقية من تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية يصعب السيطرة عليها، وربما تصل شرارتها لدول الجوار السوداني المضطربة أصلا، لا سيما بعد قيام الجيش السوداني باستنفار المواطنين وتوزيع السلاح على المدنيين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. انتشار الإصابة بمرض الملاريا يرتفع بنسب عالية في الإقليم الجنوبي. في أحدث تقرير للجنة الدفاع عن الصحفيين، إريتريا تحتل المركز الأول إفريقيا في اعتقال الصحفيين. واستمرار القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع في بابانوسة بغرب كردفان. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.